السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم عشاق كرة القدم داخل القاعة. الكرة المغربية أسود الأطلس، المنتخب المغربي الأقل من 19 عام عنده بطولة دولية ودية في فرنسا خلال شهر أكتوبر القادم. منتخبنا المغربي عندنا 4 منتخبات هيشاركوا في هذه البطولة، اللي هو المغرب وفرنسا وكرواتيا والمجر. منتخبنا المغرب اللي هو المتفوق عليهم طبعا بالنسبة للترتيب العالمي. منتخبنا المغربي السادس عالميا، فرنسا العاشر عالميا، كرواتيا ال15 عالميا، والمجر 38 عالميا. منتخب المغرب والكابتن يوسف المزراعي عنده تحدي كبير من النسخة السابعة في هذه البطولة. الموعد هيكون 28/10 و29/10 و1/11. المباريات هتكون الساعة 5:30 مساء والساعة 8:30 مساء. كل منتخب هيلعب 3 مواجهات. يعني كل منتخب هيلعب مع منتخب اخر، واللي هيكون طبعا العدد من النقاط الاكبر هو اللي هيفوز بالبطوله. فكل التوفيق ان شاء الله لاسود الاطلس تحت 19 عام. منتخبنا المغربي لسه كان منتخب المغرب الكبار لسه يعني مشارك في بطوله الارجنتين الدوليه، وتعتبر احتل المركز الثاني، فاز على تشيلي بنتيجه 5-3 وهزيمه من منتخب الارجنتين. وانتم عارفين بقى الحكم الارجنتينيه اللي كانوا مصممين ان يكون في حكم ارجنتيني، المفروض دي بطوله دوليه وديه والمفترض اللي يكون حكم محايد، لكن طبعا كل التوفيق ان شاء الله فيما هو قادم. منتخب سيدات المغرب اللي عنده ايضا كاس العالم ان شاء الله خلال شهر 11 القادم هيلعب ايضا مباراتين وديتين امام منتخب ايطاليا خلال الشهر المقبل. وايضا منتخب الفوتسال هيلعب امام منتخب اسبانيا ايضا خلال الشهر المقبل، قبل بطوله التضامن الاسلامي اللي هيكون في المملكه العربيه السعوديه. وان شاء الله هعمل لكم فيديو بكل التفاصيل لهذه البطوله. كل التوفيق للكابتن يوسف المزراعي. زي ما قلت لحضراتكم البطوله الدوليه الوديه في فرنسا عندنا 4 منتخبات هيشاركوا فيها، المغرب وفرنسا وكرواتيا والمجر، وهتكون المباريات في اخر شهر 10 28 و29 و1/11. كل منتخب هيلعب 3 مباريات. شكرا لحضراتكم، دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.